ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم وطغيانهم مبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. تدبر بالله قول الله سبحانه وتعالى وتجد أن هذا المعنى واضحا في قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فيتمادى هؤلاء الطغاة على أولياء الله عز وجل، يتمادون والله سبحانه وتعالى يمهلهم وهم يظنون أنه يهملهم، حتى إذا استكمل غضبه عليهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر.